السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في عالم السلام. النهاردة هنتكلم عن حاجة بتهم كل واحد فينا، سواء شغال في ورشة أو في موقع أو في مكتب أو حتى قاعد في البيت. الإسعافات الأولية، يعني هنعرف تتصرف إزاي لما تحصل إصابة قبل ما الإسعاف يوصل. قبل ما نبدأ في الإصابات اللي ممكن تحصل وإزاي تتصرف فيها، عايز أقول لك حاجة مهمة. لما تشوف أي إصابة ما تتوترش، وده في أي موقف طارئ. أهم حاجة تفضل هادي. ليه؟ لأن كل ما كنت هادي كل ما عرفت تتصرف صح. ما تنساش السبسكرايب واللايك الجميل. ويلا بينا نبدأ الفيديو. هنتكلم في الفيديو عن 5 إصابات مختلفة. رقم 1، لو حصل جرح أو نزيف. لو الجرح بسيط اغسله بمية وصابون، ظهره بأي مطهر عندك، بتدين مثلا، غطيه بشاش نظيف بس كده، وخليك متابع علشان لو حصل في ورم أو التهاب. لو نزيف شديد اضغط على مكان الجرح بقطعة قماش نظيف. ارفع الجزء المصاب فوق مستوى القلب لو تقدر. ما تشيلش القماشة كل شوية تشوف الدم وقف ولا لا. سيب الضغط مستمر وبلغ الإسعاف فورا. طيب لو في جسم غريب جوا الجرح ما تشيلوش خالص، حط ضمادة حواليه وخلي الإسعاف تتصرف. رقم 2، لو في حرق. لو الحرق بسيط اشطف المكان المصاب بمية باردة لمدة 10 دقائق. ما تحطش تلج ولا معجون سنان ولا قهوة ولا أي حاجة من الحاجات اللي بتتقال دي. استعمال كريم ميبو للحروق، ولو مش متوفر غطي الجرح بقماشة نظيفة. طيب لو حرق شديد كلم الإسعاف فورا. ابعد المصاب عن مصدر النار. لو الهدوم مولع خلي المصاب يتدحرج في الأرض. اطفي النار بالمية أو بطانية تقيلة. بعدين نشتغل على الحرق على حسب، بسيط أو شديد. رقم 3، لو حصل اختناق. لو المصاب قادر يكح سيبه يكح، دي أحسن طريقة يطلع بيها الجسم الغريب. طيب لو مش قادر أو بيشاور على رقبته، اوقف وراه، اضربه 5 ضربات بين كتافه. لو ما نفعش لف ايدك حوالين بطنه واضغط لجوه ولفوق 5 مرات. افضل كرر المحاولة لحد الجسم ما يخرج أو يفقد وعيه. طيب لو فقد وعيه خليه على الأرض وابدأ إنعاش قلبي رئوي لو متدرب عليه، وبلغ الإسعاف فورا. رقم 4، لو حصل كسر اعمل الآتي. ما تحركش الجزء المصاب، اسند الجزء المصاب بأي حاجة حواليك، خشبة أو عصاية أو حتى كرتونة ناشفة. اربطها كويس من فوق ومن تحت الكسر، وخلي الشخص ثابت لحد ما تيجي المساعدة. رقم 5، لو حصل إغماء، أول حاجة اتأكد إنه بيتنفس. لو بيتنفس ارفع رجليه شوية، فك أي هدوم ضيقة وسيبه يرتاح. طيب لو مش بيتنفس كلم الإسعاف فورا وابدأ بالإنعاش لو متدرب عليه. كده خلصنا الإصابات الأساسية واللي بتتكرر كتير. تعال أقول لك نصائح سريعة مهمة. ضفات الحريق وشنطة الإسعافات ورقم الإسعاف دول لازم يبقوا عندك دايما. ما تجربش تكون بطل على حساب نفسك. لو الموقف أكبر منك انسحب بأمان واطلب المساعدة. عرف زمايلك وأولادك الحاجات البسيطة الأساسية، لأن اللي عايش في بيت أو بيشتغل في مصنع أو موقع لازم على الأقل يعرف الأساسيات دي. وفي النهاية عايز أقول لك أن الإسعافات الأولية مش رفاهية، دي مهارة لازم تتعلمها علشان وقت ما تحتاجها تكون جاهز. خد خطوة واعرف الأساسيات، أو خد كورس، أو اسأل، أو اتفرج على الفيديو ويجرب. لو عايز فيديوهات تانية عملية عن الجروح أو الحروق أو حتى إسعافات الأطفال اكتب لي في الكومنتات وشارك الفيديو مع حد ممكن يكون محتاجه. أشوفكم في الفيديو اللي جاي بإذن الله.